هذه هي مقدمة الجزء الأول لكتاب جلسات نفسية. أنا هنا كنشرح لك كتاب بطريقة ممتعة وسلسة بلهجة مغربية اللي ما غتخليكش تحس بالملل. إلا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى ما تنساش دير معك واحد لايك للفيديو وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله. الكاتب اللي هو دكتور محمد إبراهيم كيقول باللي أكثر الأسباب اللي كيخليو الناس يزوروا طبا نفسيين أو لا سيكولوج هي مشكلة الثقة في النفس، كما كيبغي الكاتب يسميها تقدير الناس. في العصر ديالنا في هذا الوقت ومع التطور المستمر بنادم ولا عنده هوس كبير بالثقة بالنفس، وكما سماه الكاتب سوبرمان ولا باغي يولي سوبرمان، ما كيحتاج حتى شي حد. وكد الكاتب على أهمية مساعدة الناس لينا والتواضع الذاتي، الثقة في النفس ماشي هي أنك ما تحتاج الناس الآخرين باش يعاونوك. بس قبل نعرفوا الفرق بين الثقة في النفس وتقدير النفس. نثقوا في راسنا ما كيعنيش اننا ما نقبلوش المساعده الاخر ولا نوليو متكبرين ويكون لي عندنا ديك الهوس بالذات، وانما بالعكس هي اننا نوليو نقدروا نفسنا، نحترموا نفسنا، ما نلقبوش راسنا بالقاب اللي هي مزويناش، ونقبلوا راسنا كما احنا. دابا غنتكلموا على الاسباب اللي كتخليك تجلد ذاتك وكيبدا عقلك يجبد لك المواقف اللي كنتي فيها غلطان، وكيبداو دوك الافكار ديال شحال في عمرك ومازال ما درتي والو في حياتك وزيد. بالوحده الليل انا شايفك جالس وكتشوف السقف وعقلك كيبدا في الهضره كالعاده: يا هاد الهبيل معك كندوي، علاش ما حققتي والو، علاش ما وصلتي حتى شي حاجه، شوف قرانك. ديك الافكار اللي كتجلد الذات وكتطيح منها. الكاتب قال باللي كاينين بزاف الاسباب وباللي هما اللي كيخليونا كنجلدوا ذاتنا وما كنحترموهاش، ومن بين هاد الاسباب التربيه. كاينه واحد الطريقه ديال التربيه ومطلق عليه الهليكوبتر بارنتين، والديك كانوا كيحدوك في الصغيره وفي الكبيره، ما كيسمحولكش ابدا انك تخطأ. بلا خطأتي كيسمعوك كما كنقولوا المنقي خيارو. فهاد الشيء العواقب ديالو هو انك كتفقد الثقه في نفسك وكتولي دائما خاصك شي حد يوجهك، ما كتبقاش قادر تاخذ قرار سليم واحد، ما كتبقاش عندك القدره على انك تحمل المسؤوليه. حيت كاين فرق بين انك توري لولدك الصح والخطا ومن انك ما تسمحلوش ابدا انه يخطأ. حنا في الاول وفي الاخير مجرد بشر، والخطأ وارد بالنسبه لنا، والكمال لله عز وجل بوحده، ما عمرنا غادي نوصل لذاك الكمال. والسبب الثاني هو الميل للكماليه، السبب الثاني اللي كيخلينا نجلدوا ذاتنا هو ديك الميل للكماليه. الا سولتك واش السعي للكماليه حاجه مزيانه ولا ما مزياناش، اوكي غنجاوبك وغنقول لك بجوج: مزيانه وما مزياناش. مزيانه لاننا هكا كنطوروا من راسنا ونصلحوا عيوبنا، ومزياناش حيت عمرنا غادي نوصلوا ليها، ما عمرنا غادي نكونوا كاملين. والسعي للكماليه بشكل اللي هو مرض، تولي مريض بها، واننا ما نتقبلوش الضعف ديالنا، هذا هو الغلط. احنا بشر وضروري كنمروا بضعف كما كنمروا بمراحل اللي كنكونوا فيهم قويين، ضروري نمروا بالضعف، وخاصنا نتقبلوه، هو حاجه ضروريه في الحياه. والكماليه ما عندهاش غير شكل واحد، ولكن بزاف الاشكال، بحال مثلا كنتوقعوا من الناس الاخرين ايضا يكونوا كاملين، وهادشي ما يمكنش، وكتحط عليهم واحد الضغط، وهادشي يقدر يخسر علاقتك مع الناس الاخرين. كتبغيهم يكونوا دائما مثاليين، وامبوسيبل الناس كاملين غادي يكونوا مثاليين، توقعوا منهم شي حاجه كتفوق القدرات ديالهم، في الاخر حتى هما ناس اللي ما كاملينش طبعا.
والشكل الثاني هو الكمالية باش نرضيو الناس الاخرين. يعني هذه نعطيها لك قاعدة، يعني مهما فعلتي، يعني مهما طورتي من راسك دائما غتلقى شي واحد يعني كيشوفك ناقص، كيشوفك ما كاملش. وسبب اخر هو اننا كنتوقعوا الكمالية الزايدة من راسنا، يعني وكنبقاو نحسبوا راسنا على الصغيرة وعلى الكبيرة، وحنا كبشر ضروري ومؤكد اننا نمر بمراحل ضعف. واخيرا باش نتعاملوا مع الكمالية نحاولوا ما نكونوش كاملين في كل شيء. كتقول واحد المقولة: اعرف كل شيء عن شيء واعرف شيئا عن كل شيء. يعني يكون عندك مجال اللي انت متخصص فيه، يعني ديالك هذا مثلا البرمجة، لكن خاص تكون عندك معلومات على هي بسيطة على المجالات الأخرين، يعني العلاقات، الإدارة، تنظيم الوقت، يعني تكون عندك معلومات على الشيء الآخر، ولكن انت التخصص ديالك تكون عارف عليه تقريبا كل شيء، اللي هو المثال اللي خدينا البرمجة. والثالث سبب اللي كيخلينا نجلدو ذاتنا، يعني ما كنحترموش راسنا، هو المعتقدات ديالنا. شو حنا راه نتاج ديال كاع دوك المواقف اللي كنا نتعرضوا لهم من وحنا صغار. ناخذ واحد المثال: واحد البنت كانت تدواز مع الكاتب وكانت كتدوي على راسها بطريقه سلبيه بزاف كاع، وكانت كتشوف راسها فاشله وما كتعرف دير والو. اطلب منها يعني تفكر في شي موقف اللي طرا ليها في الطفوله، يعني وهو اللي خلاها تحس بداك الفشل. وجلسات كتفكر مع راسها، يعني اسابيع مر اسابيع ديال التفكير، يعني احتاجت في بال هذاك النهار اللي كان جابت فيه النتيجه وسقطات وجابتها لمامها وشافت ديك النظره وديك يعني النظره ديال الفشل وديك يعني الطريقه اللي قوماتها بها مامها ونعتتها، يعني بان يعني فاشله، يعني انت ما غاديش تفكري، يعني ديك نعتاتها بهذا مجرد انها فشلت يعني في ديك النجفه، ولات كتشوف راسها من بعد داك الموقف انها انسانه فاشله. ايوا من تما البنت التقدير ديالها، الاحترام ديالها لذاتها يعني نزل المستوى صفر، زيرو. نحاولوا يعني نحيطوا راسنا بناس اللي يدعمونا معنويا، والتعليقات ديالهم علينا يعني تكون دائما ايجابيه، وحتى احنا نكونوا حريصين دائما على على اننا نمدحوا راسنا على الحاجات الزوينه اللي كنديروها، ونسمحوا لراسنا بطبيعه الحال على اغلاط، نكونوا متيقنين ان النفس البشري ما كاملاش، يعني ما يمكنش تكون كامل في كل شيء. الخوف من رفض الآخرين. الكاتب كيقول باللي أغلب المشاكل النفسية كتجي من الخوف من رفض الناس والحرص باش نرضيهم. حنا كأشخاص خاص أحيانا نرضيو الناس اللي دايرين بينا، لكن ماشي على حساب راسنا طبعا. ما يمكنش غتبقى ترضي الناس على حساب راسك. يعني أحيانا نقولوا لا إلا ما قدرناش على الطلب، وأحيانا نعم يعني تقول يعني فاش تكون قاد، يعني تكون في المقدور ديالك تحقق داكشي اللي الناس طلبوه منك. المهم كتكون هذه هي نهاية الجزء الأول ديال كتاب جلسات نفسية. إلا عجبك الفيديو وعجبتك طريقتي الممتعة والسلسة طبعا اللي خلاتك تستافد متنساش دير معك واحد لايك قلت ما تنساش دير معك واحد لايك وسبسكرايب، يلا اجي وفعل الجرس. يلا تهلاو.